النهاردة هنتكلم في موضوع بيمسنا كلنا، العلاقات. وهنستعرض رؤية ياسر الحزيمي للموضوع ده. وهنبدأ الحكاية بقصة بصراحة غريبة شوية. تخيلوا معايا الموقف ده. واحد بيسأل راجل عجوز عدى ال 114 سنة سؤال بسيط: مين هو الإنسان الكويس دلوقتي؟ الإجابة كانت صادمة. قالوا كل الناس كويسين الزمن ده. إزاي يعني؟ إيه اللي اتغير؟ وهنا بقى بتيجي المفاجأة. التفسير كان أغرب من الإجابة نفسها. السبب طول ما كل جيب فيه فلوس كل الناس كويسين. الفكرة هنا عميقة جدا. زمان كنا محتاجين لبعض عشان الدنيا تمشي. النهاردة كل واحد مكتفي ماديا فما بقاش فيه احتياج حقيقي لبعض. وده غير شكل علاقاتنا تماما. طيب، عشان نفهم الموضوع ده كويس خلونا نمشي خطوة خطوة. هنتكلم عن أساس كل علاقة، وبعدين عن أهم ركن فيها وهو الذات. بعدها هنشوف إيه هي نفايات الحضارة الحديثة، وإزاي وصلنا لثقافة الاستبدال بدل الإصلاح. وفي الآخر، إزاي نتعامل مع الواقع ده. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، وهي المبدأ الأساسي اللي قايمة عليه كل علاقة بين البشر. القاعدة بتقول حاجة واضحة وصريحة: مفيش علاقة من غير احتياج. أي علاقة في الدنيا أيا كانت قايمة على إن كل طرف بيلبي احتياج عند الطرف التاني، سواء بقى دعم، معرفة، صحبة، أي حاجة. دي نقطة البداية. ومن هنا بننتقل لأهم ركن في المعادلة كلها، الركن اللي لو مش سليم كل حاجة تانية بتتهد، وهو علاقة الإنسان بنفسه. علاقتنا بنفسنا دي حسب التحليل اللي معانا ممكن تكون في واحدة من 4 حالات. تعالوا نشوفهم. بصوا بقى على أول حالتين: الثقة والغرور. الفرق بينهم بسيط لكن جوهري. الثقة هي إنك تبقى حاسس إنك تقدر تعمل حاجة وإنت فعلا تقدر. إنما الغرور ده إحساس بالقدرة، بس القدرة دي مش موجودة أصلا، مجرد وهم. والناحية التانية عندنا حالتين عكسهم تماما: احتقار الذات والوعي بالذات. احتقار الذات هو انك تكون قادر تعمل الحاجة بس مش حاسس بده، شايف نفسك قليل. اما الوعي بالذات فهو انك تكون عارف حدودك بجد، عارف انك مش هتقدر تعمل الحاجة دي لان القدرة دي مش عندك فعلا، وده وعي مش ضعف. وهنا في تشبيه عبقري بيقول إن إنسان العصر الحديث عامل زي البالونة اللي محتاجة تتنفخ من بره، يعني محتاج تقدير ومدح من الناس. لكن المشكلة إنه عايش وسط مصنع إبر. أي كلمة، أي موقف ممكن يفرقع البالونة دي في لحظة. طيب، كل ده بيوصلنا لإيه؟ بيوصلنا لتشخيص لأمراض العلاقات في عصرنا، أو زي ما المصدر بيسميها نفايات الحضارة الحديثة. الرحلة دي أو التدهور ده حصل على خطوات. الأول البوصلة الأخلاقية المشتركة بدأت تضعف، بعدين الفرد بقى أهم من الجماعة، وفي النهاية العلاقات نفسها اتحولت لصفقات ومصالح، أو اللي بنسميها التعاقدية. أول نفاية هي التعاقدية. ببساطة هي إننا بقينا بنبص للعلاقات بمنطق أنا هاخد إيه في المقابل. علاقات قايمة على الحقوق والواجبات الصارمة زي العقود، نظام فيه عدل بس مفيش فيه رحمة أو فضل. اللي بعدها هي الترشيد، وده معناه إننا بنكسر التعاملات الإنسانية لحتت صغيرة عشان تبقى أسرع وأكتر كفاءة. زي لما تتصل بخدمة العملاء، أنت مجرد رقم والموظف بيتبع خطوات محددة. الإنسانية بتختفي تماماً في النص. وآخر حاجة هي التشييء، وده مصطلح خطير جدا. معناه إننا بنبدأ نشوف الناس اللي حوالينا كأنهم أشياء، مجرد محتوى بنستهلكه أو أدوات بنستخدمها لتحقيق أهدافنا، مش كبشر ليهم قصص ومشاعر. كل الضغوط دي والنفايات دي خلقت عندنا ثقافة خطيرة. ثقافة الاستبدال بقى أسهل من الإصلاح. عشان نفهم الفكرة دي جات منين لازم نرجع لزمان شوية، لتلاتينات القرن اللي فات. وقتها المصانع بدأت تصمم منتجات عشان تبوظ بعد فترة قصيرة عمداً. المفهوم ده اسمه التقادم المخطط له. الهدف كان إنك تفضل تشتري الجديد. والمصيبة إن العقلية دي اتسربت لحياتنا وعلاقاتنا. بقى أسهل بكتير إننا نستبدل صاحب أو شريك بدل ما نتعب نفسنا ونصلح العلاقة اللي باظت. ارمي القديم وهات جديد. طيب، وسط كل ده نعمل إيه؟ إزاي نتعامل مع الواقع الصعب ده ونحافظ على علاقات حقيقية؟ الحل بيبدأ من عندنا. أول حاجة لازم نفرق بين اللي بيتعامل فينا واللي احنا بنعمله. احنا ما نقدرش نتحكم في تصرفات الناس، لكن نقدر نتحكم في رد فعلنا احنا. يعني حتى لو حد عاملنا بمنطق الصفقات، احنا نختار نتعامل بالفضل والرحمة. نحاول نفهم دوافع الناس بدل ما نشك فيهم، ونرجع اللمسة الإنسانية للتفاعلات اللي بقت جافة ومادية دي. العدل هو إن كل واحد ياخد حقه بالظبط، أما الفضل فده كرم زيادة، عطاء وتسامح من غير حسابات. العلاقات اللي قايمة على الحقوق وبس يمكن تكون سليمة من بره، لكن من جوه فاضية ومفيهاش روح. وهنا بيجي التوجيه الرباني،
ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في عز الخلاف. الفضل هو الأساس. الفضل ده بيظهر في حاجات بسيطة، نعدي غلطة، نلتمس عذر، نساعد من غير ما حد يطلب، ونختار العلاقة بدل ما نكسب خناقة. والسؤال الأخير هو في عالم قائم على الحسابات، إزاي نقدر نبدأ إحنا بالفضل في علاقتنا؟ ميعادنا بكرة الساعة 6 في حلقة جديدة من 6. ما تتأخروش.